طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هكمل لكم الدرس التالت من الوحدة الأولى جبر. كنا قلنا هكمل لكم بها بالدرس هنا بحل تمارين بعد الشرح اللي فات. ماشي. هنا نشوف التمرين الأول أو المسألة الأولى. بتقول اختار الإجابة الصحيحة. عامة هي كل مسألة اختيار. ماشي. اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. ماشي. الدالة د س بتساوي س تربيع في 2 زائد س كله تربيع. هي دالة كثيرة الحدود من الدرجة. عايزين نختار الدرجة. نحل المسألة دي ازاي؟ لازم عشان نجيب الدرجة نفك الأقواس. نفكها ازاي بقى؟ هنا هنقول هيحل الحل اهو. د س بتساوي س تربيع، هي زي ما هي تنزل زي ما هي. فك القوس ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن فاكرين في القوس ده كان بيتفك ازاي؟ هنقول الاولاني ناخد المربع الاولاني والمربع الاخراني، وفي النص الاول في التاني في 2، او المربع الاولاني ايه الاتنين مربعها 4، والسين مربعها س تربيع، وفي النص نحط ايه الاول في التاني في 2، يعني 2 في س في 2 يبقى 4 س. ماشي. طيب هناخد بقى س تربيع دي نضربها في كل ايه اللي جوه قوس. يبقى س تربيع في 4 ب4 س، س تربيع في 4 س ب4 س تكعيب. ماشي. الأول س تربيع في 4 ب4 س تربيع، وبعدين 4 س تربيع في 4 س. ماشي. ب4 س تكعيب، وبعدين س تربيع في س تربيع بإيه بس أس 4. ماشي. طب فين هنا أكبر درجة؟ إيه أس 4. يبقى دي دالة من الدرجة الرابعة. كده دالة من الدرجة الرابعة. خلاص المثال دوت. طب نشوف المثال التاني. الدالة د س بتساوي س تربيع ناقص افتح قوس س ناقص 5 لكل تربيع كثيرة حدود من الدرجة. نختار الدرجة هنا من دول. طبعا لازم برضو نفك القوس. هنفك القوس ازاي؟ هنشوف هنا في المحل المثال. د س بتساوي س تربيع تنزل زي ما هي ناقص نفك القوس ده عبارة عن ايه؟ برضو المربع الاولاني والمربع الاخراني والاول والتاني في 2. المربع الاولاني ايه س مربعها س تربيع. طيب والاخراني 5 مربعها 25. طب في النص الاول في التاني في 2، يعني س في ناقص 5 في 2 يبقى ناقص 10 س. ما ننساش الناقص او السالب. ماشي. طيب خلاص فكنا القوس. الس التربيع دي مربوطه بيهم ازاي؟ بالناقص مش مضروبه فيهم. خلي بالكم اللي فوق الاولانيه كانت مضروبه هنا بالناقص. طيب هنا س تربيع كده نشيل القوس بقى. كل اللي هنعمله هنشيل القوس. س تربيع ناقص س تربيع بصفر. ماشي. او سوري. ماشي. س تربيع ناقص س تربيع نزلها الاول، بعدين زائد 10 س، لان خلي بالكوا الناقص هنا قبل ما فوق القوس. يبقى دي الناقص دي عباره عن ناقص 1. ناقص 1 نضربها في كل القوس الاول. ماشي. عشان كده نقول الاولانيه ننزل اول س تربيع زي ما هي. ناقص 1 في س تربيع بناقص س تربيع، ناقص 1 في ناقص 10 بزائد 10 س، ناقص 1 في 25 بناقص 25. خلاص كده المسألة كانت كلها ايه جنب بعضها كده كل الأرقام. يبقى هنا س تربيع ناقص س تربيع بصفر، ما تتكتبش خلاص. يبقى يفضل لنا ايه 10 س ناقص 5 هنقص 25. يبقى الدالة دي درجة ايه؟ دالة من الدرجة الأولى عشان أكبر حاجة فيها س أس 1. طيب المثال التالت بيقول لي الدالة د س بتساوي س أس 4 ناقص قوس س تربيع زائد 1 في القوس س تربيع ناقص 1. دي كانت حدود من درجة ايه؟ هنيجي نحل المسألة دي أو المثال دوت. هنقول د س بتساوي س تربيع أس 4 تنزل زي ما هي مش عليها حاجة، ناقص القوسين دول كان أساسهم ايه؟ فرق بين مربعين. ماشي. كان أساسهم فرق بين مربعين نفتكر السنة اللي فاتت. طيب نرجع لأصلهم. الس تربيع دي أصلها كان ايه؟ س أس 4. طب والواحد كان أصلها ايه؟ 1. طبعا الناقص في النص. هنا قلنا الفرق بين مربعين يبقى في النص ايه؟ ناقص. ماشي. طيب يبقى هنا المسألة في الآخر ايه اهي ونسينا أس 4. نفك بقى القوس برضو دي عبارة عن ناقص في القوس ناقص 1. ناقص 1 في س أس 4 ناقص س أس 4 ناقص 1 في ناقص 1 بزائد 1. خلاص يبقى هنا س ناقص 4 ناقص س ناقص 4 س أس 4 ناقص س أس 4 بصفر فما تنزلش. يفضل مين؟ الواحد. يبقى حل المسألة دي 1.
طب الدالة دي درجة من دالة من درجة ايه؟ من درجة صفر. ليه؟ عشان في س أس صفر مستخبية، مش س أس صفر بواحد، كأن في س أس صفر مستخبية في دالة من درجة صفر. ماشي. طب نشوف المثال الرابع. يقول إذا كان د س يساوي س تربيع ناقص س ناقص 2، فإن د ناقص 3 بتساوي، أو د سالب 3 بتساوي. كل اللي هنعمل طبعا هنعمل ايه؟ هنعوض عن الناقص 3 بدل السين. يبقى نقول د ناقص 3 بتساوي، نعوض بقى، ناقص 3 س تربيع هتبقى ناقص 3، كل ناقص 3 تربيع ناقص بين قوسين ناقص 3 نحطها، لازم نحط قوس عشان نفرق الناقص عن الناقص دي. بعدين ناقص 2 تنزل زي ما هي، ناقص 3 تربيع يعني 9، ناقص 3 يعني ناقص الناقص زائد، فزائد 3، ناقص 2 تنزل. خلاص يبقى ناقص 9 زائد 3 ناقص 2 تدينا ايه؟ هتدينا 10. يبقى المسألة دي 10. ماشي. طيب المثال الخامس بيقول إذا كانت د س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 5، فإن د صفر بتساوي، برضه هنعوض عن السين بصفر. كل اللي هنعمله هنعوض عن السين بصفر. خلاص. يبقى د صفر بتساوي س تربيع هتبقى صفر تربيع، ماشي، وناقص 2 في صفر زائد 5. طبعا صفر تربيع يعني صفر، ناقص 2 في صفر يعني صفر. يفضل مين في المسألة؟ 5. يبقى حل المسألة دي ايه؟ 5. طب نشوف المثال السادس. طيب يقول لي إذا كانت د س بتساوي س تربيع ناقص جذر 3 س، فإن د ناقص جذر 3 س بتساوي، برضه هناخد السين، ماشي، هناخد السين نعوض عنها بناقص جذر 3. خلاص. هيبقى هنا استنى معايا، اوكي كده. يبقى هنا د ناقص جذر 3 بتساوي س تربيع ناقص جذر 3 تربيع ناقص جذر 3 في ناقص جذر 3. خلاص. اللي عشان س هنعوض عن ناقص جذر 3. طب ناقص جذر 3 تربيع يعني ايه؟ يعني 3. طيب الناقص في الناقص بزائد، وجذر 3 ب3. طب وناقص جذر 3 في ناقص جذر 3 بايه؟ برضو بايه؟ بزائد 3. يبقى الحل 6. ماشي. طيب مثال 7، المثال السابع، بس صفحة تانية أحسن. استنى معايا. هنشوف المثال السابع. بيقول هنا إذا كانت د س بتساوي س تربيع، فإن د 3 زائد د ناقص 3 بيساوي. طيب نحلها ازاي دي؟ هنعوض مرة عن السين ب3 ومرة عن السين بناقص 3. يبقى هنقول نحل المسألة د 3 بتساوي ايه؟ 3 أس 2 بتساوي س أس 3، أسفة. د 3 تساوي 3 أس 3، ماشي، يعني ايه؟ يعني 27. طب وده ناقص 3 يعني ناقص 3 أس 3 يعني ناقص 27. انتوا عارفين ناقص أو السالب نعملها 3 مرات، أو يعني تتضرب بعدد فردي، دي برضو ايه؟ سالب. ماشي. يبقى ايه حل المسألة؟ يبقى عوضنا مرة عن 3 مرة ناقص 3، يبقى د 3 زائد د ناقص 3 عبارة عن 27 زائد ناقص 27، يعني 27 ناقص 27 يعني ايه؟ يعني 0. طب نشوف آخر مثال معانا. يقول لي إذا كانت د س تساوي أ س ناقص 6 ود 2 بتساوي 0، فإن أ بتساوي. طيب بيقول لي ده 2 بتساوي 0، يعني ناخد الس دي نعوض عنها ب2، ودي كأنها معادلة هتساوي في الآخر 0. ماشي. طيب معادلة صفرية يعني. طيب نشوف كده الكلام دوت. د 2 بتساوي 0، يعني ايه؟ يعني هعوض عن س بالصفر، يعني هعوض الس ب2، يبقى أ في 2 ناقص 6 زي ما هي موجودة اهي، بتساوي ايه؟ كل ده هيساوي 0. ماشي. يبقى هنا
طبعا ألف في اتنين لوحدها على فكرة يعني، عشان مبقاش نلزق في ناقص ستة. ألف في اتنين يعني اتنين ألف، اتنين ألف ناقص ستة هتساوي صفر. نحط الستة الناحية التانية، يبقى اتنين ألف بتساوي ايه؟ يبقى اتنين ألف بتساوي ستة، الستة راحت الناحية التانية بعكس الإشارة. ماشي. طيب يعني الألف بتساوي ايه؟ ستة على اتنين يعني تلاتة. ماشي كده. يبقى حل المسألة دي الألف هتساوي تلاتة. أتمنى يكون كده الأمثلة وضحت حلها. ودي عينة من الأمثلة اللي بتيجي على الدرس دوت. وإن شاء الله الدرس الجاي درس 4 هشرحلكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في قناتي، وتقولي أي ملاحظات في التعليقات عشان أتدركها الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم. أبنائي وبناتي طلبة صف الثالث إعدادي. شكرا.